اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أجمل متابعين في الدنيا. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة دايما. لكل المتابعين اللي معايا وكل إخواتي وحبايبي اللي بيسمعوني دلوقتي، بجد أنتم مشرفيني ومنوريني ومخليني كده أسعد إنسانة في الدنيا. اللي لسه بقى أول مرة يشوف القناة عندي، فضلا منكم بقى يشترك كده وينورنا ويحط لنا لايك على الفيديو. وكلكم حبايبي تحطوا لي بقى كومنت كده جميل منكم، يساعدني كده في ان انا انزل لكم فيديوهات يوميا وتشجعوني كده بكلامكم الجميل. تعالوا بقى اقول لكم على الفيديو بتاع النهارده، طريقتي في غسيل الشرابات. الفيديو ده ممكن يكون مفيد لكل اخ واخت، الاخوات اللي هما مغتربين او اللي قاعدين لوحدهم. برضو الفيديو ده ممكن ان هو يكون كويس ليكم. بص انا بضحك يعني قعدت الغسيل الشرابات. وطبعا الستات القمر العسلات اللي بتسمعني دلوقتي، انا عارفه ان انتوا شاطرين وامارات في بيوتكم كده وستات بيوت شاطره. بس مفيش مانع ان احنا ناخد الافكار من بعض. فانا هقول لكم على الطريقه بتاعتي، وتقدري ان انت كمان يا قمر تكتبي لي كومنت حلو منك كده في الطريقه بتاعتك، عشان انا كمان استفاد منك وكلنا نستفاد من بعض. بصوا يا جماعه، انا طريقتي بسيطه جدا، بس بجد بتساعد على تنظيف الشرابات كده جدا جدا. يعني مش بس لان بترجع الشرابات بيضه وبتخليها كده كأنها جديدة. يا جماعة أنا كل ما بعمل الطريقة دي وبعد ما الشراب بينشف بحس ان الشراب رجع جديد بالظبط. انا عندي جوزي وولادي الصبيان بيلبسوا شرابات بيضة بيعشقوها، وانا اللي بتعب في الاخر. ولادي بتروح المدرسة وجوزي بيروح الشغل وطول اليوم بره بالشرابات البيضة، فبتبقى متوسخة جدا. بص انا اول مرة انقع فيها الطريقة اللي انا قلت لكم عليها بالشرابات دي. بصوا المية عاملة ازاي، وسخة جدا جدا. دي كانت اول مرة. انا بكرر الموضوع اللي هقول لكم عليه ده مرتين 3 على مدار اليوم، وانا ما ببقاش قاعدة يا جماعة جنب الغسيل، جنب غسيل الشرابات. يعني انا بسيبهم في المية وبروح بقى يعني اشوف شغل بيتي عادي جدا، وباجي بقى اكرر الموضوع مرتين 3، في كل مرة دقيقتين، مش هياخدوا من وقتي حاجة يعني، فاهمين؟ فانا يا جماعة بعمل ايه؟ بجيب الشرابات وبنقعها في مية سخنة او مية مغلية من الكتل، وكمان حبة اريال، وبقعد ادعك فيهم كده، وبعدين اسيبهم منقوعين شويه لحد ما الميه بتاعتي كده احس ان هي اتوسخت وكل اللي في الشرابات نزل ماشي. وبرجع اكرر الموضوع ده مره واثنين وثلاثه، بحيث ان الشرابات تنضف معايا تماما، واتاكد ان الميه معايا بدات تكون بيضه والرغاوي بتكون موجوده. اول ما الرغاوي تكون موجوده معايا يبقى خلاص كده الشرابات بقت نظيفة، لان الاريال ما بقاش يقطع والمية بقت بيضة. فخلاص كده اتأكد ان الشرابات نطفت معايا. ففي اخر مرحلة برضو لازم احط زي ما احنا شايفين مية مغلية من الكتل، وشوية اريال بقى حلوين مع حبة كلوروكس ابيض، علشان بقى اتأكد ان الشراب نضف معايا جدا جدا. وبعدين خلاص اول ما بتأكد ان المية بقت نظيفة معايا والاريال ما بيقطعش مني والشرابات فيها رغاوي، خلاص بتبقى نطفت. بمسكها بقى يا امارات اشطفها شطفه كويسه، وحاجه من الاتنين، لا اما انشر على طول لان هي خلاص بتبقى نطفت، لا اما ممكن بقى ايه احطهم في الغساله كده دوره عشان ازود التاكيد على غسيل الشرابات ان هي نطفت بنسبه 100%. تمام يا جماعه، دي كانت الطريقه. اتمنى ان هي تكون عجبتكم، وان شاء الله تعملوها وتقولوا لي رايكم. طبعا الناس اللي عندها شراب او 2 أو 3 بس ابيض، ممكن نعمل الموضوع ده في طبق بلاستيك صغير. واللي ما عندهاش بانيو وعندها كمية شرابات كبيرة، تقدر تعمل في الطبق بتاع الغسيل اللي هو بتاع اللي بنستخدمه للغسيل. يعني اي حاجة معانا هتمشي، طبق غسيل ماشي، اي طبق عندنا ماشي، طبق بلاستيك ماشي. شرابين 3 وما عندناش كمية للشرابات، نقدر نعمل الموضوع ده في طبق بلاستيك صغير، ما فيش مشكلة خالص، ونبقى نخصصه للشرابات. تمام. اتمنى ان طريقتي تكون عجبتكم، واستنوني في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله بافكار جديدة وفيديوهات وروتينات جديدة. واتمنى ان انتوا كده تتابعوني والفيديو يكون بيعجبكم، وتكتبوا لي كومنت حلو منكم، وما تنسوش بقى اللايك الجميل بتاعكم على الفيديو ماشي. واللي لسه ما اشتركش عندي في القناة فضلا منكم يشترك. شكرا ليكم ولوجودكم معايا، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.